ما هذا؟ أين أنا؟ ما الذي هناك؟ تفاحة؟ إنها تتكاثر. إنها تلاحقني. ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ ماذا يجري هنا؟ لا أستطيع النهوض. لقد تأخرت عن عملي. ولكن ماذا حصل لقدمي ويدي؟ غريغوري يا بني، يجب أن تذهب وإلا تأخرت. هيا افتح. ولكن كيف أصبحت حشرة؟ ما به؟ يا بني افتح الباب. هيا افتح. ماذا هناك؟ هيا. غريغور افتح الباب. لماذا لا تجيب يا غريغور؟ ساعدوني النجدة. لا يسمعني. افتح الباب. سأحاول ولكن كيف؟ من هذا؟ من هناك؟ أهلا، تفضل. صباح الخير. لم أرى ابنك غريغور في المكتب اليوم. لماذا لم يأتي؟ غريغور مديرك هنا. ماذا؟ مديري هنا؟ سأحاول النزول الآن. أنا أعتمد على ابنكم. لا أدري لماذا لم يأتي اليوم. كنت أسعى لأن يتطور في العمل، وسوف يحصل على زيادة كبيرة. أشكرك شكرا جزيلا. لا داعي لشكري أبدا، فأنا وكما تعلم أتمتع بحسن الخلق منذ ولادتي. ابتعد من هنا. سأحاول النزول الآن. ما هذا الصوت الغريب؟ غريغور، انتهيت من ألاعيبك؟ افتح الباب الآن بسرعة، معك دقيقة واحدة. هيا. هدئ من روعك، فأنت تعرف غريغور جيدا، فهو نشيط جدا، وهذا التغيب بسبب المرض فقط يا سيدي المدير. وأتمنى أن تصبر عليه حتى يشفى من المرض، وأكون شاكرة جدا لك على هذا الفعل الطيب. ماذا سأقول للمدير الآن؟ هل وافقت يا سيدي؟ نحن نعمل في شركة تجارية، حيث من الصعب أن يأخذ الموظف إجازة لمجرد أنه مصاب بالزكام. هل فهمتم ذلك؟ نعم نفهم هذا. غريغور، أنا لا أهتم لوضعك الصحي. إياك أن تسبب لي المتاعب أبدا. لم أكن أريد أن أقول هذا الكلام أمام عائلتك، لكن أداءك في الفترة الأخيرة كان سيئا ومحبطا جدا. ستطردني؟ كيف سأتصرف لو حظى الموظفون حذوك؟ حتى نوفيتش وهو محبط عمله أفضل. لماذا تصر على الاستهتار بعملك؟ أنا مستهتر، أنا دائما مخلص في عملي. ماذا يقول؟ هل فهمت شيئا؟ هل يهزأ بي؟ يبدو أن غريغور متعب جدا، وعلينا التصرف بسرعة.
جريتا يا ابنتي، عليك الذهاب لإحضار الطبيب وبسرعة، فجريجور مريض جدا وعلينا التصرف. هيا اذهبي يا ابنتي. حسنا يا أمي، أنا ذاهبة. جيد، والآن ماذا؟ حاول معه مرة أخرى. هيا. سأحاول. بني، بني، يا بني، افتح الباب واخرج بسرعة. هيا 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 بسرعة. إنه جريجور. ماذا؟ إنها حشرة كبيرة. إنه أنا جريجور. إنها حشرة. أبعدوني أبعدوني من هنا. رأسي. أخرجوني من هنا، أخرجوني من هنا. أبي، أمي، إنه أنا جريجور. ابتعدي عني. ابتعدي. النجدة، النجدة. حسنا، سأريك. تعالي. أبي، صدقني أنا جريجور. هذا مؤلم. ما الذي حدث لي يا ترى؟ كيف تحولت إلى حشرة؟ ستفهم الأمر وستشرح كل شيء للمدير. إنها كعكة الكرز. سأكل الخس. أحدهم قادم. إنها جريتا. ما هذه الحشرة؟ أين جريجور؟ جريتا. أمي. أبي، هذا طعام لذيذ. نعم. هم 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 هيا يا عزيزي، بحذر. هذا بحذر. مؤلم جدا. بحذر. هذا جيد. ماذا حدث لي؟ تمهل.
أريد أن أطلب طلبان. وما هو؟ لنغير ترتيب الأثاث في غرفة غريغور حتى تصبح أجمل ويعود إليها ثانية. ما رأيك؟ لماذا أنت مترددة يا أمي؟ هيا لنبدأ العمل. هل تتوقعين يا ابنتي أن هذا التغيير سيكون سببا لعودة غريغور؟ كم أتمنى أن أراك ثانية يا ابني. كم أن هذا المكان مظلم من دونك يا عزيزي غريغور. أشعر بأن قلبي يحترق على فراق ابني الوحيد. غريتا، هل تظنين أن تلك الحشرة الكبيرة لا تزال هنا؟ علينا أن نبحث جيدا لكي نتأكد من عدم وجودها حتى لا تخيف غريغور عندما يعود. ما رأيك بهذا الاقتراح؟ أما إن أمي تعرف أنني معتاد على أثاث غرفتي. أمي، أنا غريغور. أمي، تحدثت بما فيه الكفاية. يجب علينا أن لا نضيع المزيد من الوقت. علينا أن نبدأ بالعمل. لا تقفي هكذا يا أمي. باشري العمل. لا 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 أريد أن أكون حشرة. دعوا لوحتي، لا تلقوا بها. دعوها. أمي، ماذا فعلت؟ لم أكن أقصد. أين الدواء؟ ريتا، لم أكن أقصد إخافتها. ابتعد عن طريقي هيا. أمي، استيقظي. أنا غريتا. هل هي بخير؟ ماذا يحدث؟ أبي، لقد أغمي على أمي ماذا؟ بسبب تلك الحشرة. لقد ظهرت وأخافت أمي. الحشرة ثانية. أمي، أرجوك ساعديني. سأقتلك. خذي هذه وهذه. ثانية. لا. أبي أرجوك. لا. اتركها أرجوك. مللت. لا أريد الطعام. كم أتمنى أن أعود كما كنت في السابق. لا تبكي. عليك أن تنظفي هذا المكان جيدا. حسنا،
عليك أن تقومي بهذا العمل بسرعة. لا تقلقي. من هذا؟ وبعد هذه الغرفة سوف تنتقلين إلى باقي المنزل. هذا متعب جدا وأنا لا أستطيع. يا لك من كسولة أيتها العجوز، هذا بسيط. العجوز، ما الذي تريد فعله؟ أظن أنها ستنظف الغرفة. علي أن أختبئ. يا لك من حشرة قبيحة. ما الذي أتى بك إلى هنا؟ والآن سأعطيك درسا لن تنسيه على الإطلاق. إن لم تبتعدي سأضربك بهذا. أنا عجوز كبيرة ولا أخاف من الحشرات، أتفهمين؟ أهلا بكم. تفضلوا. مرحبا. لقد استأجرنا 3 غرف لنا نحن الثلاثة، وقد نقلت العجوز الأثاث إلى غرفتي الجديدة. كم هذا رائع، فقد أصبح لي سكن جديد. نحن لا ندفع النقود لكي نأكل هذا. لقد أجروا المنزل ل3 شبان. ما هذا الطعام السيء؟ إنه أسوأ من الأمس. نعم صحيح. ويبدو أن هذا الطعام أيضا ضار بالصحة. هذا الطعام سيء كطعام البارحة. والآن أيها الشباب تفضلوا إلى غرفكم. عليكم أن تخدمونا بشكل أفضل من هذا. نحن زبائن دائمون لديكم. حسنا، لا تقلقوا. أوه هي هي كيف تخبئ شيئا مخرفا كهذا هنا؟ لن أدفع شيئا، يجب أن تعوضنا. لا، اهدأوا اهدأوا اهدأوا. ماذا؟ لن أدفع شيئا. إنكم تؤون الحشرات هنا، وهذا لا يمكن السكوت عليه أبدا. لن أقبل بهذا الأمر. سيشكوك. أبي، أمي، لا يمكننا الاستمرار هكذا. علينا أن نطرد هذه الحشرة. لقد رعيناها كثيرا واهتممنا بها، والآن يجب علينا أن نتخلص منها وبسرعة، فوجودها هنا معنا سيسبب لنا الكثير من المتاعب والمشاكل، وسيؤثر على عملنا، فنحن نعمل في مطعم والزبائن يخافون من الحشرات. يجب أن نطردها. أبي، عليك أن تتصرف وبسرعة. هل
عزيزتي اهدئي. أكره هذه الحشرة. لما أعامل بقسوة؟ هاي، أظنها ميتة. سيدي، تعال وانظر، لقد ماتت الحشرة. حقا؟ إنها ميتة. لقد ماتت بسبب عدم تناولها للطعام. كان هذا حلما؟ لم أكن حشرة. الحمد لله. أبي، أمي، أنا غريغور. كان حلما وانتهى. الحمد لله. الحمد لله أنه لم يكن حقيقة، بل كان حلما وانتهى.